تنظيم موازي للجان العماليه المغربيه. انت يعني كيف يعني تشوف هذا التشريف لشرفوك الاخوان؟ اعتبر هذا تكليفا ومهمه الى جانب الاخوان، باعتبار ان الاخوان عندهم تجربه حقوقيه ونوعيه في العمل الحقوقي، واعتبر بان عملنا هو اضافه في الحق الحقوقي يهدف الى الاشتغال الى جانب اطارات حقوقيه اخرى، اشتغال الى ملفات اساسيه ومهمه، منها ملفات حقوق الانسان في المغرب. ندعو الى انفراج سياسي حقوقي، كما اننا نعمل الى جانب جمعيات واطارات حقوقيه تسعى الى الاشتغال على ملفات، منها ملفات اجتماعيه واقتصاديه. وشكرا. شنو هي الاهداف الان اللي تسطروا في بدايه العام المقبل في اللجان المغربيه لحقوق الانسان؟ هنالك زخم كبير ديال هذه الجمعيات، كيفاش تشوفوا انتم الاشتغال وكيف الطرق ديال الاشتغال؟ شوف، حنا سميناها اللجان الحقوقيه المغربيه باعتبار ان اللجان هي اطارات فليكسيبل مرنه تشتغل على شكل شبكات، بمعنى اننا حنا بغينا نعملوا على هيكله وطنيه على الصعيد الوطني اللي تشتغل على ملفات اساسيه وتتهم وتتمس المواطن. كاين واحد الهامش مفتوح، حنا بنسعى الى توسيع هذا الهامش، ملفات الفساد، ملفات خروقات حقوق الانسان، ملفات اقتصاديه. هناك تكلمتم في النقاش على هناك يعني ملفات موضوعيه يعني مثل الصحه، مثل هل تعتبرون هذا؟ تنعتبروا بانه كاين دي كوميسيون تيماتيك تشتغل على لجان موضوعيه، بمعنى ان الجمعيه ان شاء الله غتشتغل على ملفات تمس الحق في التنميه، الحق في الصحه، الحق في الاقتصاد. شكرا للاستاذ خالد ركيز، الكاتب الوطني للجان المغربيه للحقوق الانسان. شكرا لك سيدي.